احنا فعلا كلنا بنيجي الكورس حابين ان احنا نيجي، عندنا استعداد. لا احنا بنعمل ريكاب كل يوم الصبح، كله عايز يتكلم، محدش بيهرب. طريقة تفكير غيرناها، ضفنا لنفسنا، طورنا من نفسنا. اتعلمت مفاهيم كتير قوي، صححت مفاهيم كتير قوي، تفتحت الافكار وحاجات ممكن اكون كنت في وقت من الاوقات حطيتها ثوابت عندي ما ينفعش تتغير. كميه الاكتيفيتي اللي احنا عملناها جوه الكورس استفدنا منها كتير جدا جدا. انا كنت داخل الكورس وكنت فاكر ان انا كان عندي كميه معلومات، بعد ما عملت اناليسيز والكورس اضاف لي طبعا كتير، جيت الاقي المستوى كان مش زي ما انا كنت متوقع، ضاف لي كتير جدا 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 على مدار الفتره اللي فاتت. او ما كانش كله اكاديميك، كان في انشطه كتير، لعبنا واشتغلنا وذاكرنا وروحنا طبقنا كل ده في بروجكتات. الاكتيفيتي اللي كانت بتحصل كانت فعلا بتوصل للواحد بشكل مبسط، يمكن الواحد ما عصرهاش في تدريبات تانية. وبعد يعني فضل ربنا احب اشكر حضرتك بجد، يعني ان الطريقه اللي وصلت لنا بيها العلم والرزق اللي خدناه في الورك شوب طريقه بجد كانت صعب ان احنا نلاقيها في الانستراكتورز. بشكره على توصيل الماده العلميه في شكل ديسكشن، مش سبوره او بروجيكتور ونقعد نقلب سلايدز ونشرح السلايد كلام نظري. لا ده احنا بناخد حاجه من ارض الواقع، بناخد حاجه من امثله شعبيه، المهم ان المعلومه توصل. لما اتعلمت قبل كده البروجكت مانجمنت زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اتعلمته كان اغلب التركيز على الدوكيومنتيشن، وان البروجكت مانجر ده هو المسؤول عن الكوميونيكيشن من غير ما يربط كل الكلام ببعضه او ان هو يرتب الكلام. لا احنا دلوقتي احنا خارجين من الكورس عندنا كميه معلومات، احنا اللي عندنا الشغف اللي احنا نروح لها مش بنبعد عنها عشان خايفين من الدوكيومنتيشن. الموضوع مش هو مذاكره، لا الموضوع هو ممارسه. فاحنا الحمد لله الفتره اللي فاتت الاكسرسايز اللي كنا بناخدها وحضرناها علشان نناقش المشروع في الاخر خالص، التيم بقى خارج كل واحد اشتغل في حاجه علمت معاه وسمعت معاه. طول عمرنا بنسمع البي ام بي، وفي جزء من شغلنا كنا بنمارسه، بس بالاحترافيه دي يعني اول مره يعني نمارسها، ونشكره جدا طبعا. مبسوطة جدا ان انا اخدت الكورس بالاحترافية دي في بداية شغلي في البي ام او، ودي ان شاء الله هتساعدني كتير جدا جدا. شكرا لحضرتك.